ونيران أشعلها متساكن الأحياء الشعبية بعد أن أقاموا الحواجز الحجرية تحسبا لمداهمات أمنية، لا سيما بعد تصريحات رئيس الحكومة التي رأى فيها أهالي الجهة تصعيدا سيجبرهم على التمسك بإقالة الوالي وتحقيق مطالبهم في التنمية. هذه فهمتي حمايه فهمتني كما فهمتي ساعه فهمتي في اول فهمتي ما بدات الثوره فهمتي كما يقولوا هما القناص تعبان عليه ما نعرفش جوسبا فهمتي القناص هي تو فهمتي ولات فهمتي من جماعه النهضه فهمتي وتشوف فهمتي في الحكومه الحاليه كيفاش قاعده تتعامل فهمتي مع اهالي سريانه. ثوره الاستفزاز من الامن ومن برشا احزاب معناها سورتو حزب النهضه وانه سيد الوالي هذا ما حبش يخرج. نحن شادين في القرار نتاعنا ديجاج للوالي نتاع سليانه الحالي اللي هو الحاكم يروح احنا نروح يخرج التعزيز جايبين لنا الرفور جايبين لنا الروح. الوقت اللي ينسحب فيه الوالي الوقت اللي ينسحب فيه الوالي راهو ينسحب الشعب ويروح وينظف هو الشوارع في بلاصه البلديه. قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي تجاوزت فيه عدد حالات الجرحى 170 وشهد ضغطا لم يشهد له مثيلا منذ ان بعث. انتينا واش تخافوا من الناس ضيع بيت حتى اسرائيل ما مش فينا كيما هكا. مراوح غاديك والمسبقايس هم شادين غاديك والمارش يكون يقاسم غاديك يكون مضربون. انا احمد من النهضه واحمد سنان الجنوبي من النهضه واحمد سنان الشمالي من النهضه المدير من النهضه رئيس مصلحه من النهضه رئيس مصلحه يصوت في مراه من النهضه 17 سنه حبس شفعت فيه الثوره خرجت الثوره خرجوه الشهداء مشى يصوت في المساوين في الولايه. هنا حوالينا في السياويل هنا حوالينا في تبشر ويسبوا فينا وكلام زين ومية بيت جبت تبوي على شيء الوالي هذا الكل خربها جاي يخدم ومروح جاي يخدم على الروح ومروح. البارح عندنا 22 حالة واليوم عندنا 148 حالة. تم توجيه بعض الحالات للجهة الصحية بتونس. حالات ماهيش خطيرة ثم فقط حالة وحيدة اللي تعتبر خطيرة. والله شوف احنا مرفق صحي راهو فني بحت لا عندنا علاقة لا بالسياسة ولا بالسياسيين. ما نتصورش وما نذكرش حتى عاون امن جاء وما حبيناش نعالجوه بالعكس جاونا امس وقمنا باللازم معاهم ولا باس والحمد لله. ثم حتى عاون امن جاء ورجعنا بالعكس. احنا حتى ثم شكون من المواطنين يجي يضرب ويعيط ويكسر وما يجري صار نطلعوا به ونعملوا معاه اللازم. سهام وغيرها كثر. فتاة أخذها الفضول للفرجة من فوق سطح منزلها على المواجهات الدائرة بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، فأهداها أحد الأعوان أحد القناصة قنبلة مسيلة للدموع اختار حاجبها كمأوى لها. انا كنت استحي انا والبنات نضطر لهم الليل نضرب ولينا نعملوا حتى في شيء وما نعرفش على شنو الوحده اللي فهجتني بتاع الغاز هذيك هي المنفاهه. شكون معها؟ الحاكم شكون المواطنين. نجيب الشابي الذي وصل مساء يوم أمس رفقة وفد من الحزب الجمهوري اطلع خلالها على أوضاع أهالي الجهة وحالة الجرحى والتقى بممثلين عن اتحاد الشغل وممثلين لبعض الأحزاب، خاصة بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة في جلسة طارئة تحويل الإضراب من إضراب بيومين إلى إضراب مفتوح. فما أزمة ثقة، فما احتقان، فما انفجار في وسط المواطنين نتاع سليانة. نطلبوا هما يطلبوا باش ينسحب قوات الأمن ويستلم الجيش إدارة الولاية، إدارة على الأقل مدينة سليانة، والمواطنين المسالمين متعهدين باش ينضبطوا، يحبوا أن هالأعمال الوحشية هذه تقف ويطالبوا باش ما يقع حتى إيقاف لأي مواطن. هالناس هذم هالجرحى هذم راهم جرحى الثورة، راهم جرحى المطالبة بالتشغيل والتنمية اللي من أجلها ماتت الناس في 17 ديسمبر و 14 جانفي.